أهلا بكم جميعا مرة أخرى نرجعو نتكلمو شوية على هذا الموضوع ديال الشغب ديال الملاعب المغربية، ملاعب كرة القدم. قلنا في أكثر من مناسبة سواء عبر شريط أو شرائط فيديو أو عبر المقالات الصحفية بأن ما يهدد الاستقرار الرياضي والثقافي والديني والسياسي لما لا المغرب هو مجموعة من المظاهر الخطيرة والخطيرة جدا، واللي إلى حد الآن ما كنعالجوهاش بالشكل الملائم أو بالشكل المناسب، وإنما يعني فقط بكلام أحيانا كيكون في مواقع اجتماعية وما إلى ذلك، في حين أن هذه الظواهر هذه وعلى رأسها الشغب هي من الخطورة بمكان، بحيث أننا نبنيو اللي بنينا، نديرو بنية تحتية رائعة جميلة بمقاييس دولية، نديرو مركبات رياضية عالية الجودة، نديرو فنادق، نديرو أماكن ترفيه، نديرو مطاعم، نديرو أسواق عالمية، نديرو طرق سيارة، نديرو وسائل المواصلات رائعة وجميلة. هادشي كله ممكن نديروه وكنديروه الحمد لله. المغرب الآن بين للعالم كامل بأنه رغم يعني الإمكانيات المتواضعة مقارنة مع مجموعة من الدول الأخرى، إلا أن فعلا يعني أصحاب القرار في المغرب اتخذوا إجراءات كانت ممتازة جدا على مستوى كما قلنا البنيات التحتية عالية الجودة، وبالإضافة لداك الشيء قلنا الميناء المطار هنا وهنا وهنا، بمعنى أننا دخلنا في واحد المرحلة مهمة، كذلك الجسور داخل المدن وما إلى ذلك. لكن للأسف الشديد هذا الجهد الهائل وهذه الإمكانيات المادية والرمزية الهائلة التي يخصصها المغرب كي نوظف مثل هذه الإمكانات في يعني المناسبات الرياضية والثقافية والفنية المقبلة، وهي مهمة جدا. لا يمكن أن نقتصر فقط على الاهتمام بالعناية بالحجر، بالمعمار، بالبناء وما إلى ذلك، بل لا بد مما ليس منه بد، لا بد من إعادة النظر في الطريقة التي نتعامل بها مع قضايا الإنسان والمواطن بصفة خاصة، لأنه لا يعقل أننا نبذل أموال هائلة طائلة وهي أموال الشعب بصفة مباشرة، وفي النهاية يجي واحد مجموعة من قطاع الطرق أو مجموعة من الجانحين ويديروا اللي بغاو ويعطيو واحد الصورة قاتمة سيئة جدا للمغرب، رغم أنه كيتميز على واحد العدد كبير ديال الدول العربية الأخرى والإفريقية بعقود من السنين وكيتفوق عليها بعقود من السنين. السؤال اللي كنطرحه دائما هو: واش المسؤولون المغاربة عاجزين أمام يعني معالجة ظاهرة هذه المظاهر الاجتماعية السيئة، وخاصة ظاهرة شغب الملاعب إلى هذه الدرجة، أم أن هناك غياب للإرادة السياسية والرياضية والثقافية لوضع حد لهذه الظاهرة المؤلمة والمحزنة؟ طبعا الكل يتحدث عن شغب الملاعب بمناسبة أو بدون مناسبة، ولكن المهم ليس هو الحديث، المهم هو الإجراءات والمواقف والقرارات التي يجب اتخاذها، وهي قرارات يجب أن تكون واضحة قوية شديدة قانونية بطبيعة الحال. نحن لا يمكن أن نتعامل إلا في إطار القانون من أجل يعني وضع حد لهذه الظاهرة، كما قلنا ظاهرة هذا الشغب الذي لا يعرف الحدود ولا يعرف يعني أن يقف عند حده. سبب نزول هذا الكلام هو الشغب الذي يعني نتج عن مقابلة جمعت فريق الجيش الملكي بنظيره الوداد البيضاوي. هذه المقابلة اللي احتضنها واحد الملعب عزيز علينا كمغاربة، هو ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. هذا الملعب هذا اللي هو رمز للنجاحات الرياضية المغربية سنين وعقود عديدة. هاد الملعب عرف واحد التجديد، واحد الإصلاح قوي وكبير جدا، وفرحنا صراحة ملي يعني تم الإعلان عن فتحه مجددا في وجه يعني
المشجعين وكذلك كل يعني من يدخل في إطار أو زمرة يعني الجماهير الرياضية ديال مدينة الدار البيضاء وغير الدار البيضاء. لكن للأسف الشديد بمجرد أن تم الإعلان عن فتحه كانت هناك مظاهر مؤلمة كما قلنا ومحزنة ومؤسفة ل يعني الخراب أو التخريب الذي حدث في بعض يعني الأماكن والمجموعة من المكونات ديال الملعب مثل المراحيض وما إلى ذلك من قبل بين قوسين جمهور مجهول، وهو في الحقيقة معلوم حاضر بقوة في المدرجات تماما كما هو الشأن بالنسبة للمقابلة الأخيرة اللي جرت غير مؤخرا كما قلنا بين الجيش وبين الوداد. فهذه المقابلة هذه بعد النهاية ديالها بكل صراحة شفنا حرب ديال الشوارع في مدينة الدار البيضاء. هناك صراع، هناك قذف بكل ما يملكونه من أحجار وقنينات وما إلى ذلك، وكذلك اعتداء على الممتلكات ديال الغير من سيارات وكل ما له علاقة يعني المحلات التجارية وما إلى ذلك. السؤال اللي كيطرح دائما هو حتى لين غنبقاو نعيشوا هاد التجربة هذه بحال قلنا اللقاءات والتظاهرات الرياضية عالية الجودة اللي كينتظرها المغربية قريبة وقريبة جدا. أنا ما كنشكش في النوايا ديال المسؤولين، وما كنقولش بأن المسؤولين الرياضيين أو لا غير رياضيين يعني ما مسوقينش وما كيهمهمش، ولكن اللي كنقول هو أنه ما عاجزين أنهم يلقاو الحل، في حين أن الحل سهل جدا هو في المتناول. علاش ما يديروش؟ قلناها مليون ديال المرات. قلنا من بين هذه الحلول هي منع كلي للتنقلات الجماعية للجماهير الرياضية من مدينة إلى مدينة أخرى. اش غيجي هذا الجمهور هذا اللي غيجيني من الرباط انا يخلق لي مشكل ما عندي ما ندير به. هذا اللي غيجي لي من واحد المدينه في الشمال او في الجنوب ولا الشرق وينتقل لمدينه اخرى ويخلق لي مشكل ما عندي ما ندير به. واش حنا باغيين نطوروا كرة القدم والرياضة بصفة عامة ونحسنوا المنتوج ديالها والإنجاز ديالها أمام العالم، أو لا باغيين نبقاو دائما ندوروا في حلقة مفرغة، بل ماشي مفرغة، مليئة بالتعثرات وكل ما هو فاشل وغير سوي في الممارسة الرياضية في العالم كامل. فالمركبات الرياضية تقريبا كلها المحترمة اللي كاينة في العالم، الدول المتقدمة، أوروبا على سبيل المثال، ما كنشوفوش التنقل بهذا العدد هذا. اليوم 6 في الشهر تقريبا، اليوم 6 في شهر 5 2025. اليوم ان شاء الله غادي نشاهدوا واحد المقابله ديال الاياب اللي غتجري بين او غادي تجمع انتر ميلان مع برشلونه الفريق الاسباني اليوم، وغادي نشاهدوا واحد الحقيقه اللي هي حقيقه عالميه. نشاهدوا بان الحضور ديال الجمهور هو شبه مطلق للفريق المضيف اي الانتر ميلان، بمعنى غنلقاو الايطاليين هما اللي حاضرين وكيخليو واحد المكان صغير رمزي اللي يعني الفريق جماهير الفريق الضيف، اي الفريق اللي غادي يجي من مدينه اخرى اللي هو مثلا اليوم البرشلونه. غنلقاو يعني المشجعين ديال البرسا، الجمهور ديال البرسا العدد ديالهم قليل وكيكونوا محصورين ومحدودين جدا. علاش؟ ما عرفت لهم مثلا يفتحوا الابواب للجماهير ديال برشلونه يجيو باعداد غفيره، وانما عارفين لان الجمهور ديال كره القدم بصفه عامه هو جمهور وجداني عاطفي حماسي، جمهور ما كيكونش يعني كيتفرج بالعقل ديالو، كيتفرج بالعاطفه بواحد الشيء كبير. وبالتالي ملي كيتلاقاو على برا او داخل الملعب يعني يمكن يتبادلوا الكلام غير لائق، يمكن يعني يستفزوا بعضهم، وبالتالي غيتحول الكلام والاستفزاز الى يعني ربما مظاهر اخرى وخطيره جدا. قلنا مليون ديال المره بان اذا كان مثلا وحنا كنتكلم على المقابله ديال الجيش والوداد، اذا كانت هذه المقابلات تكون في دار البيضاء، علاش ما جينا الناس ديال الجيش؟ اش غنديروا بهم؟ يبقى في دارو يتفرج في التلفازه كما نقول. وبالتالي تكون المسؤولين الرياضيين فين هما؟ كنهضروا لكن ما كنشوفش شكون غيسمع. المسؤولين في الرياضه يحدوا العدد
قليل جدًا بحال اللي كاين في العالم كامل، هو اللي غيدخل لهاد الملعب هذا، والباقي كلّه ديال الوداد البيضاوي. واخا يبقى الملعب يكون عامر عن آخره، الملعب ديال الوداد البيضاوي، وكذلك مع الرجاء، كذلك مع أي فريق آخر. ومن يكونوا كذلك في الرباط عاوتاني نفس العملية، يعني نفرضوا أن الجيش غتلعب مع الوداد في الرباط، أسيدي كذلك نفس العملية. علاش الناس ديال دار البيضا غيجيو من الرباط؟ علاش؟ واحد الفئة قليلة محدودة بالعدد ديالها محدود، هادشي ما كيديروش في المغرب. المغرب وكأن هادشي، أنا كنخاف عندك يكون داكشي مقصود، لأن هادشي ساهل في المتناول. واش حنا باغيين نتفرجوا في كرة القدم ونتمتعوا، ولا أننا نعيشوا المآسي والضرب والجرح، ولا قدر الله يمكن يوصل قد يحصل القتل وما إلى ذلك؟ قلناها مرارا وتكرارا. أنا في المناسبة أحيي المسؤولين ديال مدينة تطوان اللي رفضوا بكل صراحة يعني يستقبلوا الجمهور ديال مدينة طنجة، رغم أنني من مدينة طنجة قبلت هذا الموقف. علاش؟ لأني كنعرف بأن المقابلة اللي كتجمع بين جوج ديال المتنافسين عندهم تاريخ، عندهم حساسية فيما بينهم. أسيدي أنا ماشي، أنا بيدي مثلا ما نبغيش الجمهور ديال المغرب التطواني يجي لمدينة طنجة، ما عندي ما ندير به، ما عندي ما ندير به. الجمهور ديالنا كافي في طنجة، غادي يتفرج بهدوء، غيتقلق وغادي يخرج بحال. ولكن ملي كتجمعهم جوج بيهم، خاصة أنا كيكون العدد كبير 50% 50%، فانتظر المعركة، انتظر القتل، الموت، انتظر الخراب، انتظر التدمير. إذا علاش غنوصل حنا لهاد القضية هادي؟ اتحاد طنجة غتدخل المغرب التطواني، أهلا وسهلا. ماشي الجمهور التطواني يبقى في المدينة ديالو، ما عندنا ما نديرو به. عندنا الجمهور ديالنا اللي غيشجع الفريق ديالنا، وهما إلا بغاو يجيو كذلك بعدد محدود. مسألة سهلة، ولكن علاش ما كتعملوهاش؟ إذا ما أخشى أن يكون داكشي مقصود، يعني باغي نصدع. وإن كنت أنا شخصيا أنا أرفض رفضا قاطعا أن أحمل مثل هذه المسؤولية لأي طرف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن خصنا حل، حتى اللي غنبقاو هكا، حتى اللي غنبقاو دائما في هاد الصراعات التافهة. خصنا ننطلقوا لمرحلة ثانية، اللي هي مرحلة يعني الكؤوس، الألقاب، يعني الجوائز الرياضية العالية، كذلك الأداء الرياضي سواء ديال اللاعبين أو ديال الجماهير يكون أداء يعني ملفت إيجابيا وليس سلبيا. هذا هو المقصود. لذلك أنا كنشوف بأنه أحسن طريقة وأفضل طريقة هو امتناع المطلق عن جمع جماهير اللي يعني متعارضة متنافسة فيما بينها في مركب واحد. بل أكثر من ذلك، أنا أرفض في مدينة الدار البيضاء مثلا، وأنا شاهدت هادشي في مناسبات كثيرة، أرفض أننا مثلا مدينة الدار البيضاء نجمعوا 50% ديال الرجويين و50% ديال الوداديين وننتظروا نتائج إيجابية. يستحيل. دائما معارك، دائما مشاكل. علاش؟ ملي تكون مثلا الودادية اللي كتدخل مثلا الرجاء، فالجمهور يكون د الوداد صافي. الرجاويين واحد المكان صغير جدا، وديروا فيها سدوه كاع نهائيا، وخليو ديك العدد قليل حتى تنتهي المقابله ويمشي كل واحد بحاله. هذاك الامر كيتدخل وكيخرج ديك العدد قليل باش يكون قادر انه يتحكم فيه. اما انت كتجيب لي 50%، يعني بغينا نقولوا 20,000 من الوداد و20,000 من الرجاء، وديروهم في بلاصه واحده، ديروهم في مركب واحد، وكتنتظروا شي حاجه اللي هي مزيانه. ما يمكنش. رجاء راهو واخا ديروا اللي درتو. انا شخصيا ارفع القبعه للمسؤولين المغاربه الذين اهتموا بهذا التجديد وهذه التهيئه الجديده للملاعب الرياضيه المغربيه. وبكل صراحه العمل ماشي بكيفيه ممتازه جدا، البنيه التحتيه خدامه. انا في مدينه طنجه انا كنشوف اشياء يعني كتدار، يعني داك الشيء برافو صراحه الله. يعني العمل اللي خصو يدار في 3 سنين وربما عامين كيدار في اشهر، وهذا يعني عمل جبار. ولكن الله نتمنوا ان هذا الشيء هذا يعني يتوازى مع كذلك العنايه بالانسان بالمواطن. واحسن طريقه هو وضع القوانين، هو يعني يعني بغينا نقولوا سن القوانين الجديده اللي كتنظم يعني دخول الجماهير الى الملعب. هذه نقطه اخرى، انا كنشوف ديك العدد الكبير ديال الشماريخ ديال ديك اللعب الناريه كيف اللي داروها في ملعب محمد الخامس مؤخرا امام الجيش. منين دخلوا؟
شكون اللي خلاهم يدخلوا؟ كيفاش كيدخلوا؟ حنا اللي كنشوفوا اللي كنعرفوا هو أن كيكون الأمن كيحرس والأمن كيفتش. وأنا شخصيًا واحد المرة في واحد الملعب هنا في مدينة طنجة قرعة ديال الماء ما خلونيش ندخلها، قلت لهم: "ما كاين مشكل خليتها في الباب ودخلت باش نتفرج في مباراة كرة القدم." السؤال المطروح: إذا كان هاد الشي غير مع قنينة ديال الماء، فكيفاش المسائل هادي كتدخل بهاد الكم هائل؟ ثم هاد الجمهور هذا ماشي مجنون، ماشي أحمق. هذا الجمهور هذا كيظن بأنه بإشعال هذه اللعاب أنه غادي يخلق يعني مثلًا واحد المتعة، يعني واحد الإثارة، سي فو. هذا خطأ. في جميع الملاعب العالم التي تحترم نفسها هادشي ما كاينش. الجماهير كتدخل نساء، رجالا، أطفالا، كيدخلوا بالأكل ديالهم، كيدخلوا كذا وعايشين واحد اللحظة جميلة وجميلة جدًا، كيشجعوا بحماس وبقوة الفريق ديالهم، ولكن ما كيدخلوش بهاد اللعب هادي اللي كتحول إلى يعني إعاقة، وربما يعني إذا بغينا نقولوا كتأثر سلبًا على إذا بغينا نقولوا المقابلة، لأن يمكن توقف بسبب الدخان، يمكن توقف بسبب لا قدر الله شي يعني إصابة معينة. واش دخلنا حنا في هاد المسائل هادي؟ أنا اللي كنطرح السؤال: هاد الشماريخ ما خصهمش يدخلوا، وكيفاش كيدخلوا حنا ما كنعرفوش، في حين أن التفتيش كيكون. أنا كنشوف التفتيش كيبداو يفتشوا كيفاش كيدخلوا؟ واش قبل المقابلة؟ ما عارفينش حنايا. المهم اللي كاين هو ان هذا الشيء هذا كيعطي صوره سيئه وسيئه جدا للكره المغربيه، تماما كما ان التنقل العشوائي، التنقل الجماعي من مدينه الى مدينه يعطي صوره مشوهه يعني اذا اردنا ان نقول الكره المغربيه. والحل ضروري في اقرب وقت. وانا كنظن وانا شخصيا كنت كنرفض بكل صدق ان الملعب ديال محمد الخامس يتحل في هذه اللحظه هذه، لان الجمهور عندنا ما كيستاهلش هاد الملاعب هذه صراحه الله. كنت كنتمنى ان الوداد والرجاء يستمروا يلعبوا في ملاعب اخرى اللي كاينه في الدار البيضاء، ويخليوا محمد الخامس في التقار، يخليوا هذه التحفه، يعني هذا المركب الرياضي الجميل جدا حتى ينضج يعني الجمهور ديالنا ما ناضجش. الجمهور ديالنا بكل صراحه للاسف الشديد واحد الجانب فيه كبير مخرب، غير يعني ما عندوش تربية على المواطنة، تربية على حب الوطن وحب الممتلكات ديال الوطن. لأن الملعب راه يعني مكون أساسي من مكونات الرياضة، والرياضة مكون كذلك مهم بالنسبة للاقتصاد ديال البلاد. ولكن مع من تهدر مع من نتكلم. لذلك كنت كنتمنى أن الوداد والرجاء ما يلعبوش في هذا الملعب هذا، ولكن هما كيديروا اللي بغاو، شغلهم هذاك، هما يتحملوا المسؤولية. حنايا فقط كنحافظوا، كنناضلوا، كنجاهدوا، كنتقاتلوا باش نعطيو واحد الصورة إيجابية لبلادنا على جميع المستويات، ولكن ما لقيناش معامل للأسف الشديد. فالكل بل أكثر من ذلك، هاد القنوات التلفزيونية اللي كتجي كتحلل لنا بين قوسين الرياضة وكرة القدم، علاش ما يكونش دائما مع هاد المحللين ديما مختصين خبراء ما يسمى يعني الثقافة ديال المشجعين والمساندين والانصار ديال كره القدم، اش ما يكونوش. ما معنى انهم ملي كتكون شي مقابله مثلا يعني دوليه كيتم يعني التشويش على مثلا الشعار ديال دوله اجنبيه؟ علاش والرياضه هي اهم حاجه كتعلمنا هو احترام الاخر، هي التسامح. لان ملي كنحترم العالم ديال او يعني تحيه العالم ديال الطرف الاخر او الشعار ديال دوله اخرى، بمعنى انني كنحترمه وكنقدره وكان يعني اتسامح معه. اما يعني مثلا اون فوا يعني تحيه الوطن الاجنبيه كتبدا في او يعني الفرقه الغنائيه العازفه كتبدا في عزف هذا يعني الشعر، الا والصفارات والكلام احيانا كيكون بصوت مرتفع باش يشوشوا على يعني هذا الشعار الاجنبي. عيب، حشومه. يجب ان نحترم بعضنا، يجب ان نحترم الجميع، ان نحترم كل منتخب يعني جاء إلى بلدنا، سواء كان عربيا أو مغاربيا أو إفريقيا أو عالميا.
لأن احترام يعني ثوابت ورموز الدول الأجنبية هو احترام لنا قبل أي شيء آخر، فلا يمكن أن يحترمنا الناس إذا لم نحترمهم. لا يمكن أن نحترم ثوابت يعني الثوابت الدولة الوطنية المغربية إلا إذا احترمنا ثوابت الدول الأجنبية. هادشي كله كنقولوه، ولكن للأسف الشديد كيجيبوا لنا شي برامج هكا في التلفزيون يحلوا لي مقابلة شوت نمشيو بحالهم. شكون اللي غيتكلم مع هذا الشعب اللي كيحتاج للكلام؟ هذه نقطة، ونقطة أخرى فحال اللي قلنا سن قوانين يعني جذرية رادعة، قوانين اللي كتوضع حد لهذا الشغب ولهذا يعني العمل والفتن الحقيقية، فتن خطيرة جدا اللي احنا لسنا في نحن أصلا في غنى عنها أصلا، بمعنى ما خصناش هذه القضية. لذلك أتمنى أن يعني يستحضر المسؤولون عين العقل والحكمة ويشوفوا هذا الشيء هذا، لأن ربما تكون كارثة سواء يعني في كأس إفريقيا ولا في كأس العالم اللي غتكون في 2030. ربما قد تكون كوارث يعني في هذا السياق هذا نحن لا نريدها. وإذا ما بديناش من اليوم كنديروا حد لهذا الشغب ديال الملاعب على جميع المستويات، سواء داخل المركبات الرياضية أو قبل وبعد انتهاء المقابلة، فإنني لا أنتظر خيرا صراحة. وأنا كمواطن مغربي كنبغي أن البلد ديالي يكون كذلك، ماشي فقط جيد على مستوى البنية التحتية، بل جيد وربما بصورة أكثر على مستوى التحضر وروح المواطنة. وهذا ما أؤكد عليه في كل مناسبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.